السلام عليكم متابعي ومحبي قناة كندياس. اليوم غنقدم لكم سر من أسرار الطبيعة. كاين اللي هامل هاد الفاكهة هادي، وكاين اللي عارف المزايا والقيمة ديالها. اليوم غنتعرفوا عليها وغنعرفكم الخبايا والفوائد والأسرار ديالها. تابعوا معنا. الناس اللي ما عارفينش هاد المنتوج الرباني، هذا تمور الدوم، كما تيقول المثل: يخلف الله على الدومة ما تيخلف على حشاشها. هذا مثل قديم. من الأسرار ديال هاد النبتة هادي الدومة أو الغاز، كاين اللي تيقول لها تمور الغاز، أنها مفيدة جدا لصحة الجسم الإنسان بصفة عامة. تتمد بالطاقة، تتمد بالحيوية، وفيها أسرار تجميلية. الناس غايب عليهم هاد المعلومة. مثلا ملي تناكلو هاد الفاكهة تنستافدو منها، مزيانة للبروستات، مزيانة للمعدة، مزيانة لبزاف ديال المسائل، مزيانة للعظام، صحة العظام، احتوائها على عدة معادن وعدة عناصر، عدة فوائد. العظم ديالها تيتلاح، هذا راه كنز. هاد العظم كنز. هذا تنعملو منه كحل مفيد للعين، مقوي للرموش، مقوي البصيلات ديال الشعر. الا بغيتو نعمل لكم فيديو قولوها لي في التعاليق، طريقة ديال استعمال العظم ديال الغاز ككحل وكقلم للحواجب. ممكن هاد العظم هذا نعملو منه زيت للشعر مقوي رائع، منبت لفراغات الشعر، البلاصة اللي فارغة تتعمر بالشعر، ولكن بالتركيبة السرية ديالي، بالطريقة الخاصة ديالي. هذا زيت تيتباع في البارافارماسي بالثمن، ممكن نتوما تصايبوه في ديوركم بطريقة سهلة وبسيطة. وكاين أسرار وكاين وصفات كتيرة. قولوها ليا في التعاليق باش نعمل لكم الطريقة كيفاش يتناولوه. كاين الناس اللي تيرقدوه في الماء طايب، تيرطاب وتيزيد يتنفخ تياكلوه بسهولة. كاين الناس اللي تياكلوه هكا عادي هكذا. و كاين الناس اللي تيستخدموا العظم ديالو لعلاج المفاصل، علاج آلام أسفل الظهر. بالنسبة لهاد الوصفات هي اكتبوها لي في التعاليق باش نقول لكم كيفاش تتصايب. تيخصنا مازال بحال هذا، تيخصنا كمية، وتيخصنا العظام ديال التمر، وعاد العظام ديال النبق. عاد تنحصلوا على هاد الوصفة هادي ديال المفاصل والعظام. الا بغيتو هاد الوصفات هادي كتبوها لي في التعاليق
ومرحبا بكم. شكرا، إلى اللقاء.